ازاي ممكن ناس تكون عايشه من غير مشاعر؟ ازاي بقيت ابص حواليا الاقي ناس كتير قوي ميته بس لسه ماشيه، وبقول لهم كده على فكره دول ماتوا بس لسه ماشيين. ليه ما بقيناش حاسين كلنا؟ حاجه غريبه قوي. هنصحى امتى؟ انا بقول لكم مش هنصحى غير بالحاجه البسيطه دي اللي انا بتكلم عليها، بالحب. تحب نفسك تصحى على طول، واول ما تحب نفسك والحب يملاك من جوه تبقى عايز تنقله لكل اللي حواليك. ولما تيجي تنقله اللي حواليك هتلاقي انك انت عشان تنقله بتعمل حاجات كتير قوي حلوه. مثلا مش معقول ان واحد راكب عربيه جميله كده والاقيه فتح علبه سجايره وشال الورقه الفوقانيه وراح رميها من الشباك. هو معقوله لو كان بيحب نفسه هيحب نفسه وهو بيرمي زباله في الشارع؟ معقوله الاقي شاب جميل كده في 22 23 سنه، على فكره دي حكايه حصلت وانا واقفه في حي جميل راقي، وراح كان بياكل كيس حاجه من الحاجات الجاهزه دي، بطاطس ولا معرفش ايه، وخلص وبعدين راح رمى الكيس في الشارع. معقوله؟ هو انت لو كنت بتحب نفسك مش ممكن تعمل الحاجات دي كلها، لانك مش ممكن تحب نفسك وانت بتعمل اي حاجه من الحاجات اللي اسال كده قلبك هيقول لك ده كله مش مظبوط. لو بتحب نفسك هتحب جارك وتحب حيك وتحب عمارتك وتحب بلدك. لو بتحب نفسك هتحب ابنك وتحب امك وتحب ابوك وتحب صاحبك. هيبقى اعتناق كده، احنا ماشيين كلنا معتنقين للحب، فنلاقي حياتنا بقت اسهل بكتير. شوفوا حاجه بسيطه قد ايه، من غير نظريات، من غير شعارات، من غير حاجات وخطط كل يوم نحطها ونرسمها وما نعرفش نمشي عليها. عرفتوا ليه انا بقول keep it simple and sweet او stupid؟ سهلوا الامور، دوروا على التفاصيل البسيطه الدقيقه وحاولوا انكم تمشوها في حياتكم، وده اللي هيسهل حياتنا بكتير. ده اللي هيساعدني ان انا اتغير وانت هتتغير وكلنا نتغير. لما كلنا مع بعض نبتدي نحس بالحاجات الصغيره دي نوعيه حياتنا هتتغير، حياتنا هتبقى اسهل والطف، عيشتنا هتبقى احلى، بلدنا هتبقى احلى بكتير. كلنا هنبطل نشتكي، لانه بطلت اشتكي من نفسي انا شخصيا، لان الشكوى في الاصل يا جماعه بتبقى مني انا. ما هو كل يرى الدنيا بعين طبيعيه، فلو كنت انا ماشيه جوه قلبي وجوايا مش شايله حب، طب ما انا لازم هبقى شايله غضب ونقمه والى اخره وحاجات كتيره من دي، وبالتالي هبقى بشتكي من نفسي بس مش واخده بالي. ولان الواحد بطبعه مش هيحب يحط نفسه في الدايره بتاعت الغلط، فانا هبقى قصدي اشتكي من نفسي لكن همشي اوزع الشكوى دي على الناس كلها. حاولوا تفكروا كده، هتلاقوا انه اليوم اللي بصحى فيه الصبح وابتدي حياتي ويومي بقول اف وبشتكي وانا عندي كذا ومشاكلي كذا، اليوم ده عمره ما بيكمل صح. اليوم ده بيمشي كله ملخبط وكله مكعبل وكله مشاكل. ما هو اصل احنا كلنا طاقه، والطاقه بتجذب الطاقه اللي زيها. المبتسم هيشد ناحيته الابتسامه والحاجات الايجابيه، والمكشر المتفهر الغضبان مش هيشد ناحيته غير طاقه مماثله. فعشان كده في ناس، ودي حاجه بتزعلني قوي، واسمعهم بيقولوا ايه، اصل انا حظي وحش. ليه كده بس؟ انت لو قلت انا حظي وحش هتفضل كل يوم تشوف كل الحظ الوحش. لو انت بقى تقول ايه، ده انا محظوظ جدا، ده انا حظي مفيش احلى منه، ده انا دايما السكك المقفله كلها تتفتح لي، تصدق ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كده فعلا. هتلاقي نفسك كل السكك المقفله بتتفتح لك، كل المشاكل بتمشي من طريقك، لمجرد انك انت صدقت واقتنعت بس ان في حاجه اسمها انك انت شخص محظوظ. وعلى فكره الكلام البسيط السهل ده كتبوا فيه كتب قد كده وسموه The Law of Attraction، اللي هو قانون الجذب، وازاي ان كل واحد بيجذب ناحيته اللي هو مصدقه جواه. وكل ده موجود اول حاجه في الجسم العاطفي بتاعي اللي هو بيأثر عليا وبيبان حتى في البادي بوستشر بتاعي، في البادي لانجوج، في اللغه اللي جسمي بيتكلمها. يعني مثلا لما الاقي واحد زعلان بلاقيه عامل ايه؟ لما يحط واحد ايده على خده وانا اقول له زعلان من ايه؟ بس لان جسمي دايما بيتكلم وبيعبر عن اللي جواه من غير ما يتكلم. لو كان في حد داخل عليا يوم مقتب وانا مش عارفه، او انا عارفه ان هو مش طبيعته ان هو شخص مقتب، بقول له ايه؟ مالك بس النهارده؟ مالك كده شايل الهم؟
يبقى انا جسمي دايما بيعبر عن العواطف اللي انا شايلاها جواه. عشان كده مهم قوي ان انا اهتم بالجسم العاطفي، لانه المشاعر اللي جواه هتنعكس عليا، ولما تفضل المشاعر دي السلبة بتدور جواه لفترات طويلة، وطبعا الناس كلها ما بتفكرش غير في المرض، لما تفضل المشاعر دي بتلف جواه، ما انا في الاخر همرض صدقوني. لو كان كل اللي بيهمكم هو المرض، لو كنتوا كل اللي بتفكروا فيه هو مريض او مش مريض، لا هتمرضوا. بس قبل ما اكمل كلامي في الحته دي تعالوا اقول لكم حاجه مهمه قوي. هو مريض يعني ايه؟ منظمه الصحه العالميه بتقول ان الشخص المتمتع بالصحه هو الشخص الخالي من الامراض، الخالي من الالام، المتفاعل اجتماعيا، المنتج، السعيد. يعني الموضوع بتاع المرض والصحه ده مش الام وامراض بس، ده في 3 حاجات مهمه قوي عشان ابقى انا اسمي شخص متمتع بالصحه: المتفاعل اجتماعيا، المنتج، السعيد. تعالوا بقى نبص حوالينا كده ونحاول نشوف ونقول اولا هل انا متمتع بالصحه ولا لا؟ الحمد لله صحتي كويسه قوي، انا ما عنديش ولا امراض ولا الام، اقول لك طب موافقه. بس هل انت متفاعل اجتماعيا؟ هل انت منتج؟ هل انت سعيد؟ عشان تبقى فعلا خالي من الامراض، او عشان تبقى متمتع بالصحه. تعالوا بقى نشوف حوالينا بعد كده في كم حد غير متفاعل اجتماعيا، في كم حد غير منتج، في كم حد غير سعيد. تعالوا نبص اكتر واكتر في الحكايه دي ونقول ايه؟ طب يبقى انا لو كنت متفاعل اجتماعيا يبقى ده تاكيد على ان انا عندي صحه احسن، لو انا كنت منتج يبقى ده تاكيد ان انا عندي صحه احسن، لو انا كنت سعيد يبقى ده تاكيد على ان انا عندي صحه احسن. يبقى تاني ارجع واقول لو كان اللي بيهمكم بس هو المرض والصحه، يبقى لازم تعرف انك لازم تكون متفاعل اجتماعيا، ولازم تكون منتج، ولازم تكون سعيد علشان تكون متمتع بالصحه. فهمتوني؟ ولا اتكلمت كتير قوي في كلام غير تقليدي ومش متعودين ان احنا نسمعه ونتكلم فيه، لانه كلام بسيط قوي قوي قوي، ودايما الناس تقول لي يا ستي يعني هو ده بقى اللي هيحل مشاكلنا؟ اقول لكم ايوه هو ده اللي هيحل مشاكلكم كلها، بس من فضلكم نبتدي ونجرب ونكمل المره الجايه ونتكلم في حاجه تانية.